ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ست الحبيبه هتعمل لكم طريقه عمل الفول النابت بطريقه سهله خالص، ان شاء الله تعجبكم. الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى الكريم. عاملين ايه؟ بتوحشوني من فيديو لفيديو، والله بتوحشوني كلكم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه في الزايد يا رب، وما ينقص منكم احد، ويخلي لكم رجالكم وعيالكم ونعتها عليكم بخير يا رب. النهارده بقى هعمل لكم فيديو. علياء كانت بتقول لي انا نفسي في النابت باللحمه. قلت لها من عينيا الاتنين اما تيجي. قالت لها هجيبوا لك جاهز متنبت جاهز. انا ما بحبوش متنبت جاهز، انا بجيبه فول وبنبته انا عندي. ما بحبش، بعرف انا مبلاه ازاي وحطاه في حته نضيفه ازاي وبنبته ازاي وبغسله ازاي وبغير عليه وكده. المهم جت النهارده بقى بعمله لكم اهو، يا رب يعجبكم. بقى جبت اللحمه وبغسلها قدامكم اهي، قطعتها. علياء قطعتها وبعملها اهوت، علقنا عليها. واعمل لكم بقى الفول النبت ان شاء الله، يا رب يعجبكم كده. والله نفسي اما تشوفوني بعمله كده بيبقى جميل واكله مريحه ولا بتتعب، وفي الحر ده ولا حاجه، وفي الشتاء برضو بتدفي وبتبقى جميله كده. انا جايبه التوابل ديت، انا بجيبها برضو من واحد موثوق منه، ما بحبش اجيب من اللي في الشارع. بجيبها والله جميله من واحد يعني كويس. بحط له بقى التوابل اهيت، وبجيبها بقى كل حاجه بجيبها بقى وهعبها، يعني بعبها قدامكم. بس بدي العلياء يعني تبهر وتعمل اهو. بهرتها بقى اهوت وببهره. دي اللحمه لازم اغليها الاول عشان بعمل النابت بالشوربه بتاعتي، وبرجع بقى احط حبه في قلب النابت او ما تحطيش. او ما احطش، يعني نعمل اللحمه لوحدها، وعايزه تحطي اللحمه في قلب النابت تحطيها. هما العيال قلت لها العيال ما بيحبوش اللحمه في قلب النابت. عملنا النابت بالشوربه، واللحمه بقت منابات عادي جنب الرز. وعملنا شويه رز ابيض، واختياري برضو، تاكليه بعيش، تاكليه تفت فيه العيش بالشوربه كده بالجميل. هعمله قدامكم دلوقتي وهيطلع قدامكم وهتشوفوه. ببشر له طماطمايه طبعا اهي، وبقلل كده. انا بشرت الطماطمايه، طماطمتين 2 ببشرهم كده. وبقلل بقى الفص الثوم، بدقق فص ثوم كده بحبه توابل، حبه كزبره ناشفه. ده الثوم اهو، بدقه كده بحبه كزبره ناشفه اهو. دي كزبره ناشفه جميله، بتبقى ريحتها جميله قوي وهي تقليه الثوم. بعملها للملوخيه وللنابت. بدقه كده. انا ما بحبش اعمل الثوم في الخلاط، بحب ادقه كده على ايدي. حتى السمك بحب ادق الثوم كده في قلب الصلايه، بيبقى له نفس كده عن الخلاط، بيخلي الحاجه زي الميه كده، ما بستريح لهاش. لكن دي بتنعمي براحتك وتعملي براحتك اهي، تبقى جميله بقى ونفسها ولها نفس. بحس اللي لها نفس عن حاجه الخلاط. بيبقى طعمه بقى تحفه. نفسي كلكم تاكلوا منه وتجربوه. وانتوا ان شاء الله اما تعملوه بالطريقه دي، طريقه النبت جميله طبعا. بقلب حته سمنه زبده وحبه زيت اهم، علشان الشوربه سمنه قوي. الشوربه بتاع اللحمه سمنه عشان ما يبقاش سمين والجو حر. بحط يعني ندعه زيت وحته سمنه. وبعمل بقى
بقلي بقى كده عشان هي العيال لو كلوا منه ما يتعبوش، واحنا نتعب برضه من الحاجه السمين. الشوربه كانت سمينه قوي بتاع اللحم. اقلل فص الثوم بعمله وياك اهو، بحط عليه الطماطمايه كده. بقلل فص الثوم اهو معاكم. ريحته بقى تحفه تحفه، ريحه الثوم بالكزبره بقى بالحته السمنه بالندعه الزيت جميله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لو انت جايه من باب الشارع تقولي فيه ايه، في ايه انتوا بتعملوا ايه يعني، معرفش. لا، له طعم غريب تاني وله شمخة تانية وانت بتاكليه بقى. بسم الله ما شاء الله. ومريح بقى، لا بيعمل لك ده ولا ده في الحر. عملت بتاع اصفرت اهي، ما بغمقهاش قوي عشان ما تدينيش غمقية يعني. اهي حطيت الطماطمايه، هتبلها برضو معاكم. هتبله كل حاجة هعملها قدامكم ان شاء الله. حبة فلفل اسود، وحبة شوربة دجاج، حبة ملح، وحبة كمون، تحفة بقى تحفة، واكله بيبقى تحفة. نعم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كده بقى هضيف الشوربه. بضيف الشوربه بتاع اللحمه. جبت المصفى وبصفيها من الريم بتاعها، حتى حاجه يعني بصله، حتى حاجه. بصفي الشوربه طبعا بالمصفى. صفيته. هي طبعا الشوربه بتغلي وانا حطيت على البتاع. انا ما بسيبش البتاع تتسبك قوي علشان يعني اهو. رحت ساقطه الفول. بسم الله ما شاء الله. الفول ده برضه ما بجيبوش من اي حد، ما بجيبوش من اي حد، ده انا بجيبه من هنا برضه، من دكان كبير جميل جميل، وفولته جميله. ولما بجيبه بعمله مدمس بيبقى جميل. يا سلام على شويه الشوربه دول بقى لما تشربوهم بألف هنا وشفا. نفسي كلكم تشربوا منهم وتاكلوا منهم والله، ونفسي كلكم تدوقوه. اعمل شويه دول كانوا شويه محشي ورق عنب بقى فاضلين من يوم الموسم. حشيت حلتين، حله 3، ودول الحبه فاضلين قلنا نسويه. وعملت شويه ملوخيه برضو ديت تومه للملوخيه برضو، ما اناش مكتره لها البتاع علشان زي ما انا قلت لكم الشوربه سمينه، كانت سمينه قوي. والاكل بيبقى جميل والله، وعلياء هنا واللمه بتبقى جميله، وعيالها وعيال ابني ويعني بحس كده بعزوه وفرحه والبيت بيبقى دافي ومليان هي لما بتمشي بقى بحس ان البيت فاضي والله كده وسقعان، والحيطان سقعانه، وكل حاجه سقعان، والحيطان يعني والبيت ساكت كده. لكن هي بتسليني والله اليومين اللي هي بتقعدهم هي وعيالها، ما بتجينيش الا من السنه للسنه كده. عملت الملوخيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الملوخيه تحفه، كانت تحفه. اهي
عملنا الملوخية وعملنا النابت اهو. هنعمل شوية رز. نعمل شوية رز ابيض برضو بحته السمنة زبدة. عملت اهو. صفنا الشوربة، صفنا الشوربة عن اللحمة وشوحناها. قلت لها عشان العيال ياكلوا منها، عشان ما بيحبهاش مسلوق. بنشوحها برضو، بنحط لها شوية توابل برضو وحبة توابل زي اللي انا حطيتهم كده، وبنشوحها في الحلة كده ونفضها في الاطباق للعيال. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بتبقى فرحة كده واحنا محضرين الاكل ونلم العيال والعيال بياكلوا بعض. اهي كده اللحمه العيال ياكلوها، لكن هي ممكن احنا نحطها بقى في قلب الشوربه بتاع النابت. مناباه حبايبي، كل سنه وانتم طيبين واشوفكم بخير يا حبايبي، مع الف سلام. وكل سنه وانتم طيبين، اللي بيشوفوا بالنهار مساء الخير عليه، واللي بيشوفوا الصبح صباح الفل عليه، وصباح الورد والياسمين والحاجات الحلوه. مع الف الف سلام.